شي اكيد بحالك. الله، هاي الاغنيه بموت فيها. نهارك يا وطن ويليلك. هلا والله ملوك باتو السوبر حلوين والاكسترا عسل، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف الف خير. تحياتي لكم، حلقه جديده، فيديو جديد. بدايه يا جماعه الخير خلينا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جايب لكم فيديو قنبله موقوته يا جماعه. رح نقارن اليوم بين صوتين المتابعين صرعوني، يعني حرفيا صرعوني، بين صوتين، صوت عراقي وصوت فلسطيني، والاثنين بنات يا جماعه. ما بدي احرق الفيديو ولا راح اذكر اسمائهم، خلينا نشوف فيديو مع بعض ونشوف مين اللي راح يفوز بيناتهم، واللي بيستحق عن جد انا راح اقول انه هو فايز مليون بالمية. تمام؟ هلا اذا متحمسين مثلي يا جماعه، لايك كثير كبير على هذا الفيديو لانه عن جد راح يكون كثير حلو بتوقع. ستي بتسلم عليكم كثير السلام، جديد وعم تشوفني لاول مره، اتمنى منك تشترك فعل زر الجرس، خلي لي قلبك. جاهزين؟ شدوا الاحزمه، ليتس جو. اوكي يا جماعه، هلا بدنا نسمع الصوت الاول واللي هي ديما كام، فلسطينيه. كل التحيه لها وكل التحيه لاهلي واصدقائي كمان بفلسطين ومتابعيني بفلسطين. بدنا نسمع صوتها وبعدين بدنا نسمع الصوت العراقي. جاهزين؟ يلا. يا عراق ترجع شي اكيد بحالك. الله، هاي الاغنيه بموت فيها. نهارك يا وطن ويليلك. جرحك جارحنا وانت ابونا الغالي. الشجرة بيها ورق سيف عامر. طاحت ورقة من عدها، ما تقدر تنسي الراس ولا ايديها اللي تمدها. هاي النظرة بوالك مثل حال الورق من طاح، صغرت بعيني فد مرة هيجي حبك ولا وراح. هدي صديقتنا ديما. يا جماعه بصراحه انا اول ما بسمع اي صوت، تمام، انا شخصيا كشخصي انا باتو مارديني، اول ما بسمع اي صوت بركز على الاحساس. اذا الاحساس وصلني فبيكون الصوت مقبول بالنسبه لي لو شو ما كان يكون. تمام؟ بصراحه احساسها حلو. قولا واحدا، ما بعرف انتم شو رايكم، راح تكتبوا بالتعليقات، بس حبيت اعمل هاي المداخله الصغيره وخلينا نكمل. يلا. ابشرك ضيعت تنسى، مسلم روحها بيدك كان اثار تطلع يتخوان يونك الله. حديثها. ابشرك ضيعت انسان مسلم روحها بيدك كان اثار بس كانه بدها تدريب شوي على اللهجه العراقيه. يونك ما حد يسدها، تخيل شجرة بيها وراق. انت اختصرت الناس شكل ومنطوق، الله. ما في البشر حد جمالك تهياه. صوتك يسفر قلبي ويطير به فوق. حلو. مش عاد شوفت مبسمك والمحايا. انت طيري عندها طبقات. ليش عم تنقي الاغاني اللي بحبهم؟ حضنك تنسى حزنك تنسى همك، ادعي ربي يحفظك لي يا الغالي ويسلمك. نام نام في احساس. سوي روحك ما دريت وجرح قلب الهواك. نام نام شو مشان الاغاني كلها عراقيه؟ منتبهين؟ 100,000 حسرة بغرامك اني بيا من وراك. ضم ثواني خلينا نوقف هون. يا جماعه الخير، هذا كان صوت ديما كام. ما بعرف ليش مسمينها كام صراحه، هي كام وكرت وصوت وصوره ما شاء الله عليها. عن جد صوتها كتير حلو. انا مثل ما قلت لكم بدايه الفيديو، انا بيهمني الاحساس، اذا وصلني فبحس انه الصوت اوكي، الصوت مهم، ولكن الاحساس ما بيتزبط مثل الصوت. يعني هلا في كتير عالم بتستعمل فلاتر، برامج هندسه الى اخره، بتزبط الصوت، ولكن الاحساس ببين بالصوت الخام بدون موسيقى وبدون اي شيء. احساسها كتير حلو. تحياتي لها، تحياتي لكل الشعب الفلسطيني، اهلي واصدقائي ومتابعيني اللي دعموني عن جد من بدايه مشواري كمان ولليوم، فبحبكم جميعا. صوتك حلو ديما، ما شاء الله عليكي. هلا بدي اشوف الصوت العراقي وراح احكم انا من وجهة نظري الشخصية، انا كشخص ما لي علاقة باي حدا، ومتابعين انتم كمان راح تشوفوا وراح تسمعوا وراح تقرروا بالتعليقات مين اللي كان صوته احلى. فاذا جاهزين خلينا نروح نسمع الصوت العراقي
وبتوقع البنت اسمها شهد الضفيري. كل الحب والاحترام والتحيه لها ولكل الشعب العراقي، اهلي وناسي. عن جد انا برفع راسي فيكم. طولت كثير وحكيت كثير، فخلينا نروح نسمع الصوت الثاني. جمر الغزل بيشتعل وما ينطفي ترى، تبعد واحسك دوم قاعد ببالي، والتفت ما القاك واحضن خيالي، قلبي اللي يحبك موت قد استنوا بجوز هاي الغنية ما بتزبط معها. مو قلبي لا والله سميت قلبك. صغيرتي انت وانت صغير. خلينا نسمع اغنية ثانية يا جماعة. نبدت نظرة العيون قالوا طردوا لي يحبون، من الصغر نفسي يكبرون، دويدمكي تركي بريار وموش صنع، اشكر زهر الموش صنع، سفدان جهنم كان مسكن اوكي كتكوتة وحلوة ما شاء الله عليها وصغيرة وهيك. بالنسبة للصوت هلا نحن عم نركز صوت. هاي الغنية ظابطة. عم تقع يا جماعة، عم تقع من السلم الموسيقي والله ليش بالزور. هسه حبنا ذكريات، قلبي مات قلبي مات، من عفتني قلبي مات، انا هواك كلمة لاهي تنقاس بالشوق، حتى خيالك لا بيحصيها عيه، شو رأيكم؟ مستطنع ماقي لآخر مدى الموت، من سابع عرض أهواك لين الثريا، أهواك كلمة لاهي تنقاس بالشوق، حتى خيالك لا أهوي اسم وأقرب اسم. نو كومنت حاليا، خلونا نسمع. يا ربي لا تحرمني من قالت اسم يما، يما اسم يما، احلى اسم والله، اغلى معاني الكون في قلبي اعظمه، يما اسم يما، احلى اسم والله، اغلى معاني الكون في قلبي اعظمه، في قلبي اعظم. خلص الفيديو. طيب انا شو بدي احكي هلا؟ انا شو بدي احكي؟ ومع صوت الصاروخ اللي شغال وراي كمان فما بعرف شو بدي احكي يا جماعه عن جد. شوفوا بالنسبه لصوت شهد لسه صغيره، جزء الحياه قدامها لسه، راح على التدريب يصير صوتها احسن واحلى. انا ماني من العالم اللي بقول للشخص انت صوتك مو حلو، مستحيل اقول هاي الكلمه. شهد صوتها حلو وهادي، هي بنت كيوت صغيره هيك، ولكن كتمكن ديما عن جد متمكنه اكثر بكتير. يعني ديما طبقات صوتها بالطلعه بالنزله بالعرب بالمقام، بتمسك بالمقام مزبوط، لما بتغني غنيه بتعطيها حقها. يعني شهد بحس انه هيك بتقعد مع رفقاتها مع اهلها تغني لهم شوي هيك جو مهضوم كيوت اوكي. ولكن يعني الواحد اذا بده يحكي ضميره، طبعا هذا الفيديو كله للتسليه، وكمان بنسمع اصوات حلوه. فصوت شهد احلى، عفوا صوت ديما احلى بمراحل بالنسبه لي. كل التحيه للاثنين، مع العلم انه انا توقعت انه اسمع صوت عراقي فخم جدا. بصراحه انا الاثنين ما بعرفهم ابدا ابدا، بشرفني اتعرف عليهم كمان. ولكن توقعت انه الصوت العراقي يكون صوت فظيع، لانه انا متربي على الصوت العراقي وعلى الطرب العراقي، انتم بتعرفوا هذا الشيء. الاصوات العراقيه اصوات عظيمه يا جماعه الخير. ولكن ما بعرف شهد قديش عمرك؟ اكتبوا لي بالتعليقات، لساتها صغيره
فان شاء الله هيك مع التدريب بيصير صوتها لسه احسن واحسن. طالما هي بتحب الغناء فانا بشجع الانسان اذا بيحب شغله يتمسك فيها مزبوط كرمال يوصل لحلمه ولهدفه. هلا ما فينا لكم غير ديروا بالكم على حالكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو، كان للتسليه فقط. كل الحب والاحترام للاثنين اللي طلعوا معنا. حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عم تطلع هون تحت وكمان بالوصف وباول تعليق يوميا ببث مباشر كمان على برنامج اليونو الساعه 10 بالليل. عم استناكم جميعا، تحياتي لكم، كان معكم اخوكم باتو ماردين.